السلام عليكم متابعيني الغاليين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده هعمل معاكم البطاطس بقى بطريقه تقولي عليها مشويه، بتسبيكه حلوه قوي بتوابل رهيبه. بجد صينيه البطاطس النهارده سيبيها عندك وخليها دايما معاكي، لان بجد هتحتاجيها في عزومات رمضان. بربع كيلو لحمه مفرومه بس هتعملي حوالي كيلو ونص بطاطس، وهتطلع معاكي بالجمال ده. البطاطس دايبة، واخدة من توابل اللحمة المفرومة، مش عايزة اقولك الطعم والريحة والصوص كمان، الطماطم اللي طالع ده طعمه رهيب. انا مي شاهين ودي قناتي على اليوتيوب. اتمنى تشرفيني وتكوني واحدة من اسرتنا الجميلة. ويلا بينا على طول نبتدي. اول حاجة خالص انا هنا جبت حوالي كيلو ونص من البطاطس. دايما بنقي البطاطس اللي هي تبقى مطاولة شوية، بلاش تنقي المدورة، علشان انا عايزة ان انا اعملها على شكل مركب. فبجيب كده معلقة بتكون ناشفة شوية صغيرة، وببدأ ان انا اقورها كده من جوه. وطبعا اللي طالع من البطاطس دوت او الحشو ده انا هستخدمه برضو في الوصفة، هقولك ازاي. اهم حاجة زي ما انت شايفة كده، لما اجي احط البطاطساية بتبقى مظبوطة وتتحط كويس، ما تبقاش مايلة. فحاولي على قد ما تقدري ان انت بسهولة جدا اهي بحركة دائرية بتفضيها من جوه. زي ما انت شايفه كده، طبعا انا بفضي حاجه بسيطه قوي لان انا محتاجاه ان انا احس بطعم البطاطسايه، او تبقى فيها لحم ما تبقاش خفيفه قوي. هاجي بقى هنا على النار، حطيت طاسه حطيت فيها معلقه كبيره من الزيت، ونزلت بربع كيلو مفروم. طبعا لو اللحمه بتاعتك فيها نسبه دهن مفيش داعي ابدا تحطي معلقه الزيت دي، لكن انا عندي هنا عشان كانت اللحمه حمرا قوي فاستخدمت معلقه زيت. وتبداي بقى ان انت كده بتشوحيها كويس قوي، وتبداي ان انت بالمعلقه كده تهرسيها علشان ما تبقاش مفروله او ما تبقاش متكتله معاكي. بجد يا بنات وصفه للبطاطس طعمها حلو جدا. عايزه اقولك ما شاء الله الصينيه خلصت في الغدا، بألف هنا وألف شفا. ففي حاجات بسيطة قوي كده ممكن تعمليها تغيري بيها طعم الأكلة تماما، وبمكونات بسيطة تحسي ان انت عملتي عزومة يعني. فبجد من الطواجن والصواني اللي انت هتحتاجيها في رمضان او في اي عزومة، وبجد بتدي طعم وتست حلو قوي. بعد ما اللحمة اتشوحت كويس وغيرت لونها، بنزل ببصلاية كبيرة بس مفرومة فرم ناعم جدا، او مبشورة بشر ناعم قوي. وببدأ ان انا اشوحها مع اللحمة كويس. طبعا ممكن تستخدمي البصل الابيض او الاحمر، الاتنين مفيش اي مشكلة خالص، اللي موجود عندك استخدميه. وهبدأ ان انا بقى اضيف شوية خضار، صدقوني هيدوا طعم حلو قوي. وكمان هنزود بيهم القيمة الغذائية للأكلة، وهنزود كمية الحشو معانا. هنا حطيت جزرتين مبشورين، ومعلقة فلفل ألوان من كل لون بقى، يعني اللي موجود عندك استخدميه أحمر أصفر أخضر. وقلبيهم كده كويس. يا سيدي يا عيني يا سلام على الألوان، ما شاء الله. بجد حشوة ممتازة، ودت اللحمة المفرومة في ناحية تانية خالص، حلوة جدا. قلبي بقى كده كويس. طبعا انا هنا مش عايزه خالص الخضار ده يتهرى او اي حاجه خالص، انا بس بديله تشويحه بسيطه. يا سلام. ويلا بقى نضيف التوابل بتاعتنا اللي فعلا هتخلي طعم الاكله حلو جدا ومميز جدا. اول حاجه خالص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، وكمان نص معلقه من جوز الطيب يعني رشه بسيطه، وعليهم نص معلقه صغيره من القرفه. طبعا القرفة مع اللحمة المفرومة بجد حلوة جدا. وحطي نص معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر، ومعلقة صغيرة ممسوحة من الكمون. وحطي بقى هنا ظبطي الملح بتاعك معلقة صغيرة كده مليانة. وابدأي قلبي كل التوابل دي مع بعض، يبقى كده قرفة وجنزبيل وجوز الطيب وفلفل اسمر وكمون والملح بتاعك. بجد حلوة جدا جدا الخلطة دي مع بعض، بتدي طعم كده حلو قوي زي طعم الاكل المدخن او الاكل المشوي، بتدي طعم مميز جدا. قلبي بقى كده كويس. يا سيدي على الالوان، بجد حلوة جدا. انا هنا بقى كده خلاص تقريبا خلصت، بس هزود حوالي ربع كوباية مية مش اكتر من كده، وهسيبها على نار هادية لغاية ما تتشرب المية بتاعتها، ويبقى كده عندي الحشوة بتاعتي جاهزة.
ودلوقتي بقى هاعمل الخطوة التانية، هاجيب حلة على النار وأحط فيها معلقة كبيرة من الزيت وهاسيبه يسخن كويس جدًا. ممكن تستبدلي الزيت بالسمنة أو بالزبدة اللي موجودة عندِك أو اللي أنتِ تفضّليه استخدميه، وهانزل على طول ببصلاية متوسطة متقطعة مكعبات صغيرة، وهابدأ إن أنا أقلّبها كويس، وبعدين هاحط هنا لو أنتِ بتحبي الفلفل الspicy ممكن تضيفي فلفل أخضر spicy. أنا ضِفت هنا حاجة بسيطة مش هتخلّي الأكلة معايا spicy، أنتم عارفين الولاد عندي مش بيحبوا الحاجة الspicy أوي، ولكن هتدّي طعم حلو أوي، ودايمًا الفلفل الspicy أو الشطة عمومًا بتوضّح توابل الأكلة، فدايمًا ضيفيها ولكن بكميات بسيطة. وقلّبي بقى كده كويس، أنا هنا محتاجة البصل بس يغيّر لونه يبقى دهبي كده فاتح، يدبل بس شوية وبعدين هاضيف بقية المكونات. مش محتاجاه خالص إن هو يغيّر اللون أو يبقى مثلًا غامق، لأ خالص، أنا بس باشوّحه شوية علشان بس يدّينا اللون الدهبي. عايزة أقول لكم إن أنا باشكركم كتير على مشاركتكم في القناة، وبجد بتفرّحوني وبتسعدوني، قناتنا كل يوم عن يوم بتكبر، شكرًا ليكم، ودايمًا إن شاء الله كده مع بعض وأقدّم لكم أكلات حلوة والأكيدة مليون في المِيّة إن شاء الله. هنا ضِفت معلقة صغيرة مليانة كده من التوم المفروم، بجد طعم التوم مع البصل مع المفروم بيدّي طعم حلو جدًا وmix رهيب في الآخر. قلّبي بقى كده كويس التوم، وطبعًا زي ما أنتم عارفين أنا باضيف التوم بعدين، لإن هو مش بيستحمل النار زي البصل، فأنتِ لو ضفتِ التوم الأول هيتحرق طبعًا قبل ما البصل هو اللي يدبل، فالأول البصل وبعدين الفلفل وآخر حاجة خالص التوم. وأول ما البصلة بتاعتي تاخد كده لون دهبي فاتح زي ما أنتِ شايفة كده، يبقى كده هي جاهزة وما فيش أي مشكلة خالص. أنا هنا بقى هاضيف حوالي نُص كيلو من الطماطم، أنا باضربها كويس جدًا في الخلاط وباصفّيها وبعدين باضيفها زي ما أنتِ شايفة كده، يبقى نُص كيلو من الطماطم مضروبة كويس جدًا وبعدين باصفّيها وبانزل على البصل بتاعي. تعالي بقى أقول لِك التوابل بتاعتي يعني اللي هتختلف جدًا، جدًا، جدًا في طعم الأكلة. توم باودر، بصل باودر، وبابريكا، وكمون، وفلفل أسمر زي ما أنتِ شايفة كده. البابريكا والتوم الباودر والبصل باودر هيعزّز جدًا النكهة، وبعدين حطيت واحدة من مكعب أو مرقة الدجاج، وقلبي بقى كل البهارات دي مع بعض، وطبعًا ضبّطي الملح بتاعِك، ولاحظي إن إحنا حاطين ملح في اللحمة المفرومة. يبقى كده عندي صوص الطماطم جاهز، ولا أروع ولا أحلى، ما شاء الله حلو جدًا. طبعًا أنتِ لو محتاجة تخلّي الطماطم بتاعتِك لونها أحمر أكتر من كده، ما فيش مشكلة خالص، قبل ما تضيفي الطماطم ضيفي معلقة كبيرة من الصلصة. هاسيب الطماطم على النار تاخد بقى كده وتدّي مع نفسها وتتسبِّك، أنا محتاجة إن هي تكون تسبيكة تقيلة جدًا، مش عايزة يكون فيها صوص أو تكون خفيفة، أنا عايزاها تبقى تقيلة تثبت على اللحمة المفرومة لمّا آجي أحطها. يا سيدي على الروايح وعلى الجمال، حلوة جدًا. أنا كده خلاص تقريبًا الوصفة خلصت، ويالّا بقى نعمل آخر خطوة وأهم خطوة. هنا بقى كده جِبت بولة وحطيت فيها معلقة زيت كبيرة، ورشة ملح وفلفل أسمر، وكمان ضِفت معلقة بابريكا، وعليهم معلقة كبيرة من الزعتر. بجد الزعتر هيدّي طعم حلو أوي للبطاطس، طعم جميل جدًا ومختلف جدًا. خلّي بالِك من التوابل اللي أنا حطيتها، لإن الوصفة كلّها بتعتمد على التوابل دي. قلّبي بقى كده كويس، وهاتي بقى الطاجن أو الصينية اللي أنتِ هتقدّمي فيها الأكلة بتاعتِك. هاجيب بقى هنا البطاطس، أنا ما سلقتهاش ولا أي حاجة خالص، غسلتها كويس ونشفتها كويس جدًا من المَيّة، ودهنتها بقى بالزيت بالتوابل اللي أنا حطيتها فيها زي ما أنتِ شايفة كده، يعني غلّفيها كويس أوي. وكده خلاص خلّصت الكمية اللي عندي، وباقي البطاطس اللي طلعت من الحشو طبعًا دي أنا هاستخدمها، حطيتها هنا بقى في الصوص اللي متبقي، وقلّبي كده كويس أوي، خلّيها تشرب من الزيت والزعتر والملح والفلفل الأسمر كويس أوي، وبعدين رصيهم بقى في الصينية بتاعتِك زي ما أنتِ شايفة. يا سلام، يا سلام على الجمال! هاحطها في الفرن في الرف اللي في النُص لمدة ربع ساعة، تاخد الوش الحلو ده. عارفة بقى ريحة التدخينة دي وريحة الشوي رهيبة، حلوة جدًا، حلوة جدًا، جدًا. البطاطس هنا استوت تقريبًا نُص سِوَى، وبعدين حطيت بقى اللحمة المفرومة بتاعتي هنا زي ما أنتِ شايفة كده في قلب البطاطساية، يعني باحشيها كويس وخليكِ بقى كريمة في الحشو، يعني حطي حشوات يعني كتّري شوية،
وما شاء الله يعني ربع كيلو لحمة مفرومة بجد هتكفيكي وزيادة. زي ما انت شايفة كده بتتملى لغاية الآخر. طبعا أنا ممكن أعملها بحشوات كتير، ممكن تتعمل بحشوات الفراخ والبشاميل بدل الصوص الأحمر، وإن شاء الله هعملها معاكم برضو في فيديو تاني. أنا كده خلاص خلصت الصينية كلها ما شاء الله، شايفين الحشوة كتير جدا وحلوة جدا ما شاء الله. شكلها بجد يشهي، يعني من دلوقتي كده انت عايزة تاخديها وتاكليها ما شاء الله. شكلها حلو جدا. طبعًا هي مش هتاخد وقت خالص في الفرن، لإن أنتِ كده يعتبر خلاص كل حاجة جاهزة، البطاطس بس محتاجة إن هي تتسبِّك أو تاخد من طعم الطماطم وخلاص على كده. جِبت بقى هنا صوص الطماطم بعد ما تقل خالص زي ما أنتم شايفين، أنا قُلت لكم إن أنا محتاجاه إن هو يكون تقيل. هارُشّه بقى كده على اللحمة المفرومة من فوق، والبواقي هانزّلها في الصينية من تحت، علشان برضه البطاطس أو الحشو اللي أنا طلّعته من قلب البطاطس يكون برضه بنفس الطعم. هاضبّط بقى كده الصينية بتاعتي، هاشيل كل اللي وقع دوّة. وآخر خطوة خالص دي خطوة اختيارية، لو ما فيش خلاص ما فيش أي مشكلة خالص، بازوّد فيها جبنة موتزاريلا زي ما أنتم شايفين كنت عاملاها معاكم قبل كده. هاسيب لكم إن شاء الله link اتفرّجوا عليها هتعجبكم أوي إن شاء الله. ويا سيدي يا عيني على صينية البطاطس، تحفة حلوة جدًا. هادخّلها الفرن على الرف اللي تحت خالص على الشبكة، بس من تحت خالص، وهاسيبها حوالي تِلت ساعة. هاسيبها كده الأول من تحت، وبعدين هاطلّعها طبعًا تاخد وِش بسيط جدًا بالشواية. يا سيدي، يا سيدي، يا سيدي، شايفين البطاطساية كده بحالها ما شاء الله، ما شاء الله، حلوة أوي. والصوص الطماطم بقى مع اللحمة المفرومة مع التوابل اللي إحنا حاطينها، بجد طعم وريحة خرافة، وحاجة كده تشرّفِك في أي عزومة.